سر آف لهريما جزيرة دنابري راستقيل وزحمتيت. براسي بريكو ام درباسي مجاري خوابن مجاري آفه نتنه مجاري كو ام سر درجهية روجي كي ام نقاش بكن نتنه مجاري كو ام بسر أصلا بشنياران بسكنن براسي مجاري كي بيويستا كو درباسي روجاوه مي روجانه ببه چه سر اصلا جواکی چه سر اصلا ریوبری چه سر اصلا سازین کو لباکور جلات سوریه هی مجرد آوه لهريما جزيرة دنابرة راستي و دجوارين كتير درب أصبه الموارد المائية المتاحة في ظل زيادة الطلب عليها إضافة إلى الأزمة الفاقدة للشبكات المياه والحاجة الملحة إلى رفع كفاءتها وإدارتها. أن ملف المياه معقد بحاجة إلى متابعة سياسية كبيرة لحل إشكاليات وخلافات العدة حول التقاسم الحصص بين الدول المشاركة في مياه نهر الفرات وهي سوريا والعراق. وحسب بعض القراءات تعتبر ندرة المياه قضية رئيسية تؤثر بشكل متزايد على المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتفاقم هذه المشكلة بسبب عوامل أخرى مثل النزوح والصراع واللي بيمثل هو واقعنا اللي عم نعيشه. ضعف الحوكمة والإدارة والاضطرابات السياسية والاجتماعية اللي حكوا عنها الشباب والزملاء في المحاور السابقة، وتعتبر فئة النساء والفتيات من بين الأكثر تضرراً بسبب أدوارهن ومسؤولياتهن الاجتماعية، وعلى الرغم من الدور الرئيسي الذي تلعبه النساء والفتيات في توفير سبل العيش والأمن الغذائي، إلا أن قدرتهن على التصرف في إدارة الموارد المائية تظل محدودة. في هيك بحث رجعت له يبين هذا البحث أن هناك 11 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم تقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعني إذا هن بالعالم كله 17، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 11 من أصل 17 تعاني من الإجهاد المائي، واللي سوريا طبعاً واحدة منهم حالياً. مع وجود حالات قصوى حيث تقل موارد المياه المتجددة سنوياً عن 100 متر مكعب، كما ذكر الزملاء كمان في عروضهم أنه احتياج الإنسان حسب القيمة الدنيا اللي حددتها الأمم المتحدة هي 500 متر مكعب للفرد. نحن عندنا الاحتياج أقل من أو المتوفر أقل من 100 متر مكعب للفرد، وهذا ينذر بشدة أزمة المياه المخصصة للفرد سنويا. نجيب هيك سريعا لمحة عن المرأة في التاريخ وارتباطها بالماء. في المجتمعات الزراعية التقليدية كانت النساء مسؤولات عن جلب المياه من الآبار والأنهار، وكلنا بنتذكر أمهاتنا وإلى الآن أمهاتنا وجداتنا هن اللي بيروحوا على الآبار وهن اللي بيجيبوا المي، والفتيات تتحمل الضعاف الرجال والفتيان في حمل وجلب الماء. في الحضارات القديمة مثل حضارة وادي الرافدين ووادي النيل وحضارات أفريقيا وجنوب الصحراء، ارتبطت النساء بطقوس الماء من التنقية إلى الخصوبة. 1. وضع استراتيجية مائية موحدة للعمل على تطوير إطار استراتيجي متكامل وشامل لإدارة الموارد المائية على مستوى الإقليم. 2. تعزيز الحوكمة المحلية بدعم مؤسسات إدارة المياه المحلية مثل الرئاسات المشتركة للمياه وتمكينها تقنياً وإدارياً لتحسين تقديم الخدمات وضمان التوزيع العادل. 3. توثيق الانتهاكات بهدف توثيق استخدام المياه كسلاح حرب ومخاطبة المنظمات الدولية ذات الصلة. 4. تعديل السياسة الزراعية بتشجيع الزراعة الاعتمادية التي تعتمد على مياه الأمطار ونشر زراعة محاصيل ذات استهلاك مائي منخفض ومتحملة للجفاف. 5. تنفيذ حملات توعوية مستمرة ومكثفة للمواطنين حول خطورة أزمة المياه وأهمية ترشيد الاستهلاك في القطاعين المنزلي والزراعي. 6. تنفيذ برامج لحماية المجاري المائية من التلوث الناتج عن الصرف الصحي والزراعي والصناعي وحماية الغطاء النباتي الطبيعي. 7. كسب تأييد الدول من خلال مخاطبة المنظمات الدولية والإنسانية بشكل عاجل لتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية الناجمة عن حرمان السكان من المياه وطلب الضغط السياسي لوقف استخدامها كسلاح حرب.